تعرف إيه عن أول هجوم سيبراني؟ ده ما كانش فيروس، ده كان دودة. سنة 1988 كان في طالب عبقري اسمه روبرت مور، وكان عنده فضول يعرف الإنترنت ده حجمه قد إيه، فجات له فكرة عبقرية، عمل برنامج صغير والبرنامج ده هو عبارة عن دودة. الدودة دي مجرد ما بتقرب لجهاز بتنسخ نفسها على الجهاز ده، وبعد كده بتريتيرن 1 يعني بتعد واحد. في جهاز موريس في كاونت، وبالتالي كل ما الدودة تدخل جهاز وتعد واحد وتبعت لموريس، الكاونتر اللي عند موريس ده بيزيد واحد، وبالتالي موريس بيعرف كام جهاز قدرت الدودة دي تدخل عليه، وبتبدأ الدودة تتسلل في كل شبكة الإنترنت، وبالطريقة دي موريس يقدر يعرف عدد الكمبيوتر والسيرفرز الموجودة على الإنترنت. ولكن بسبب لوجيكال ايرور موريس عمله وما خدش باله منه، الدودة دي خرجت عن السيطرة. واللوجيكال ايرور إن موريس ما عملش كونديشن يقدر يحمي الدودة من إن هي تدخل على جهاز أكبر من مرة. يعني المفروض الدودة تتشيك هل هي نسخت نفسها على الجهاز ده قبل كده ولا لا. وهنا بقى في أجهزة بتتصاب مرة واثنين، وفي أجهزة بتتصاب آلاف المرات. وبما إن الدودة دي هي عبارة عن أبلكيشن وبياخد ريسورسز من الجهاز، ففي أجهزة حرفيًا وقفت. وهنا كانت المصيبة إن حصل شلل في 6000 سيرفر وكمبيوتر، وكانوا دول بيعادلوا في الوقت ده 10% من أجهزة الشبكة. يعني 10% من أجهزة الشبكة خرجت عن الخدمة. طبعًا ده كافي إنه يعمل شلل للشبكة، ودي كانت أول ضربة ديجيتال في وقت العالم كله إن في حاجة اسمها الأمن السيبراني. وطبعًا موريس كان أول إنسان يتحبس بتهمة الاختراق. وطبعًا بقى أنت هتعمل لي follow لإنك أنت عارف في العصر الحالي لازم تتابع التكنولوجيا، وبالتالي أنت محتاج تتابعها.